اهلا بالمبدعين، معاكم هبه من 33 لون. زي ما انتوا لاحظتوا بقالي فتره كبيره بعيده عن القناه عشان بعض الاسباب، لكن الحمد لله انا رجعت دلوقتي بطاقه جديده وافكار جديده للقناه هشاركها معاكم، وانا برتب المكتب بتاعي للسنه الجديده. الفتره اللي فاتت كنت بواجه شويه تحديات، سواء تحديات شخصيه او تحديات مرتبطه بتنظيم الوقت، بجانب اني كنت محتاجه وقت اعيد فيه التفكير في نوعيه المحتوى اللي بحبه واحب اقدمه في القناه بتاعتي. دلوقتي بقت عندي خطة واضحة، وقررت أشارككم بأشياء أكتر بتعبر عن شغفي زي الحرف اليدوية، مراجعات لبعض المنتجات، وتجاربي مع ثقافات مختلفة. كمان هنبدأ كل شهر بتعلم حاجة جديدة ومميزة وهننفذها مع بعض. إن شاء الله من أول السنة الجديدة قررت ألتزم بنشر فيديو واحد في الأسبوع، وبداية كل شهر هقدم تجربة شيء مميز وجديد وهنجربه سوا، وأوعدكم بتجارب فنية وأنشطة مختلفة تستمتعوا بيها جدا. دلوقتي أسيبكم مع ترتيبي للمكتب. جزء كبير من الحاجة فوق بعضها بيتلفها، يعني حتى لو الواحد مستعجل. طب ما بصوا الحاجة عشان فيها مجموعة ستيكي نوت أتقل منها أو حاجة تانت الورق وبوظته، عشان كده ضروري إن كل فترة نعيد عملية الترتيب. تقسيم الفئات أكتر حاجة بتساعد في ترتيب أي شيء بتعملوه، سواء فئات هدوم، فئات كتب، فئات أدوات مكتبية، بتخلي الواحد عنده نظرة شاملة ايه اللي موجود عنده، بحيث ايه اللي أنا عايزة أخليه وايه اللي أنا عايزة أتخلص منه. دلوقتي انا جهزت جزء كبير من الحاجات صنفتها، يعني لقيت دباسات، هايلايتر، ستيكي نوت. لسه طبعا في درج تاني هيترتب اهو، بس لقيت حاجات فعلا كانت مثلا ضايعه مني مستخبيه، مثلا زي اسلحه القطر دي، واضطريت اشتري حاجات قطر، اسلحه قطر تانية. لقيت عندي اقلام مستخبيه في وسط الاقلام. يعني الحاجات دي استعمالي اليومي والاسبوعي، بس ايه من الاستعجال مثلا، او كل يوم حط على بعض حط على بعض حط على بعض، بس بتيجي في لحظه ما بتبقاش لاقي انت عايز ايه، او اللي انت عايزه مثلا وانت مستعجل حتى مش عارف هو فين، او حتى وانت تبقى الدنيا كلها مرتبه عندك. درج الاقلام الكبيره والماركرز الكبيره، الاقلام اللي هي الثابته بكتب بيها ملاحظات على اكياس او على اي حاجه، مثلا ورق عايزاه تبقى ثابت عليها، اقلام سبوره، اقلام جل، اقلام دوكو، الحاجات اللي هي الكبيره. وبرده والسنون الاحتياطي بتاعي اسمه الاقلام 7 و5 و9. فبرضه هقسم كل دول تبع الفئات هنا وارجع تاني. كده خلصت اول وحده ادراج، قسمت فئات. اقسم بقى اجمع بقى الهلايترز على بعضهم. فانا المكان عندي هنا اتملى، فهبدأ اشتغل في مكان تاني واجمع كل الفئات دي تاني مرة كمان. لحد هنا انا كده خلصت جزء الادوات الخاصة بالحاجات المكتبية والاستعمالات والترتيب. يعني من عادتي ان انا بشيل اي حاجة بشيلها في اكياس، فجمعت على قد ما اقدر، وهبدأ بقى ايه اغسل كل الادراج واعيد ترتيبهم تاني. دلوقتي بدأت ارتب الادراج. ده بيعكس شكل الحاجة وبيبينها، لان هو طبعا كله موف غامق سنة، فانا مش كل حاجة بقدر اشوفها جواها، لكن لما يكون في تحته حاجة بيضة برضه بيحافظ على الدرج، وفي نفس الوقت بيوضح لي ايه اللي موجود فيه. لما جيت احط الحاجات كلها بالطول ما جاتش كلها جنب بعضها زي كده، فبالعرض لقيته انسب حاجه هياخد كل الاقلام، ما تبقاش متركنه فوق بعضها، الا الحاجات اللي الوانها متطابقه مثلا فدي فوق بعضها. هنا جمعت كل انواع السنون اللي هي السميكه والرفيعه بكل درجاتها، دي سنون سميكه قوي 1 مللي. جمعت حاجات القطر، ادوات القطر سواء الكبير او الصغير، حتى اللي ده نوع برضو من قطعات الورق، والسوليتيب. اساتيك بحب دايما احط الاساتيك في علب او في اكياس عشان احفظها، عشان الاساتيك دي بستخدمها في الرسم او في حاجات دقيقه جدا مش عايزاها يجي عليها حتى ذره تراب. والبرايات طبعا كل برايه لها استخدام عندي مختلف، يعني برغم مثلا دي حاجات للزينه، بس دي مثلا قلم رصاص، دي بستخدمها الوان الخشب. كل واحده ليها استخدام عندي مختلف عشان مفيش حاجه تتاثر بالتانية. التالت هحط فيه كل بقى الستيكي نوتس والميمو باد اللي انا بستخدمها بصفه مستمره، عشان في برضو جزء تاني من ميمو وستيكي انا وريته لكم في فيديو قبل كده عن في جوله في المكتبي والادوات بتاعتي، بس دي مثلا بستخدمها مثلا كل اسبوعين، او كل ما احط مثلا بلان للبلانر بتاعتي، فانا باخد فيها مثلا مش على طول، لكن دي مثلا اللي كل يوم وانا باخد ملاحظات في اي حاجه بقراها في اي حاجه، فدي استخدامات يوميه. دي ميمو باد، او اللي اسمها ورق صابونه، ده ورق ملاحظات مش بيلزق غير الستيكي نوتس. ده برضو ميمو باد انا كنت عاملاه. رتبتهم حسب الاحجام. بعد كده هاجي للبيج فلاجز، دي انا كنت عاملاها في فيديو من الفيديوهات ازاي تعملوا بيج فلاجز تكون مولفه بشكل حلو للبلانر بتاعتكم، هسيب لكم برضو الفيديو في صندوق الوصف.
في العاده انا عشان المساحات بروح قاطعه كل الجزء اللي فوق ده، يعني انا برضو زي اوريكم زي هنا مثلا كده انا حطاها في كيس من ده، وفي حاجات مثلا زي كده قطع الجزء بتاعها اللي فوق ده عشان ايه ما ياخدش مساحه وانا بحطها، فهقطع اللي هو ده واوريكم. دايما حتى يعني ما بقطع من فوق الحته اللي هي لازقه عشان ما يتفكش الكيس. انا دايما بحب احافظ على حاجتي من اي تراب، عشان انا في منطقه فيها كميه تراب رهيبه جدا، وفي نفس الوقت الحاجه دي عشان تلزق بسهوله في البلانر بتاعتي او في اي مكان باخد فيه نوتس. برضه هحط نوتة صغيره هنا للملاحظات، وفي نوتة تانية كيوت دي كانت هديه حاجات كوريه. الدباسه والخرامه واللي بتخلع الدبابيس، في عندي دباسات صغيره وحاجات تانية بس الحاجات دي هفصلها في مكان تاني عشان برضو مش عايزه زحمه في الاستخدام تضايقني، والحاجات الزياده هشيلها في بوكس لوحدها. هنا هحط دبابيس الدباسه، والحاجه لما بتقف بتبقى بعلو الدرج فمش هتاخد لي مساحه كبيره، ودبابيس المكتب دي والدبابيس دي، وهنا ممكن احط معاهم دباسه صغننه. الدباسه التانية الهايلايترز معظمها لسه في ده مش عارفه احطه فين. هنا حاطه فيه براش بين تحتها. الهايلايترز ده من ستيدلر، ده هايلايتر خشب، وانا بحط عليه منديل لان ده مش بيخليه يجف، عشان ده اي حاجه خشب بعد فتره بتجف، فانا بستخدمه بعد ما استخدمه بحط عليه منديل عشان يحفظ الرطوبه فيه ويخليه طري وانا بستخدمه. هو من الكيس وحاولت احطهم بالعرض كده، فالحمد لله جم بالعرض. اتنين هنا كمان كده، يعني مش زي ما كنت متخيلها، بس ايه المهم ان الهايلايترز كلها بقت في درج معين واقدر اشوفها كلها بكل الوانها. في ترتيب الهايلايتر عايز اقول لكم على حاجه، ان الهايلايتر اللي هي بتبقى ليها ظهر كده وليها غطاء قلم عامل زي كده، الافضل ان انتوا تحطوها مثلا في حاجه كرتون وراها، مثلا قطعه كرتون متنيه او اي كارت قديم مثلا. وشكرا لكل حد فيكم دعمني الفتره اللي فاتت، وممتنه لكل حد انضم للقناه، واتمنى ان المحتوى اللي هقدمه بعد كده يعجبكم. ولو عندكم اي افكار او اقتراحات اكتبوها لي في التعليقات، واستنوني في افكار جديده وفيديوهات جديدة.